انا عايزاكم تقولوا لي سبب واحد بس يخليكم لسه بتشتروه من بره. البرازق يا جماعه باحلى طريقه وباجمل طعم، حلو جدا جدا. البسكوته سمكها رقيق قوي، وفي نفس الوقت كده مقرمشه وبتدوب في البق دوب، مش ناشفه خالص. طعمها تحفه جدا. لو لسه بتشتريه من بره تابعي معايا الفيديو، وان شاء الله ان شاء الله هتبطلي تشتريه وهتعملي دايما بايدك. والريحه بتاعته والله العظيم هتقلب، مش البيت، هتقلب الشارع كله، هتلم عليكي الجيران من حلاوتها. تابعي معايا الفيديو، ولا تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ولو اول مره بتشوفينا انا اسمي سعاد. يلا بينا نسمي الله ونبتدي الوصفه بتاعتنا. انا عندي هنا حوالي 250 جرام من الزبده بدرجه حراره المطبخ، يعني بما يعادل كوبايه الا ربع، كوبايه مليانه من الزبده. عندي كوبايه الا ربع من السكر البودر. لو السكر بتاعك حبيباته ناعمه زي كده عادي استخدميه، بس لو حبيباته خشنه يفضل انك تطحنيه. هضربهم مع بعض كويس جدا لغايه ما قوامهم يبقى عامل زي قوام الكريم شانتيه التقيل. تمام. بعد كده هنزل عليهم ببيضه بدرجه حراره المطبخ، ورشه من الفانيليا وذره كده من الملح. وهبتدي ان انا اقلب كويس قوي قوي لغايه ما البيضه تختفي من الخليط بتاعنا. وبعدين هنزل عليهم بحوالي 400 جرام من الدقيق، بما يعادل 3 كوبايات ونص. هنزل الاول ب3 كوبايات، وهخلي النص كده على جنب. لو احتاجته هنحطه، لو ما احتاجتوش تمام، لان زي ما قلت لكم نوع الدقيق يا جماعه بيختلف. هنا برضو نزلت بمعلقه كده صغيره من البيكنج باودر، وزنها حوالي 7 جرام. هبتدي بقى ان انا هنا مش بعجن يا جماعه، انا هنا بقلب الدقيق لغايه ما يختفي، مش بعجن خالص. حسيت ان العجينه قوامها طري، فنزلت بالنص كوبايه الباقيه من الدقيق. وهبتدي بقى ان انا اقلب كويس. بصوا بقى، هنعمل اختبار العجينه بتاعتنا زي ما قلت لكم قبل كده. اللي متابعني في الفيديوهات عارف ان ده اختبار ناجح جدا لاي عجينه بسكوتات بنعملها. هاخد كده قطعه من العجينه اكورها كده في ايدي، وبعدين اعمل بصمه في النص. لو شققت حوالين البصمه يبقى هي محتاجه معلقه من الزبده، لو ما شققتش يبقى العجينه كده تمام وزي الفل. دلوقتي بقى لتغطيه الوش بتاع البرازق، معايا كوبايه الا ربع من السمسم، عليه معلقه كبيره من العسل الاسود، وهقلبهم كده مع بعض لغاية ما السمسم يتغلف بالعسل كويس قوي. تمام كده. هنا بقى دلوقتي هنشكل البرازق بتاعتنا. هنعمل ايه؟ معايا العجينة، هبتدي بقى ان انا اقطعها كده على اجزاء، كل جزء هقطعه وهعمله زي رول كده. وهبتدي ان انا اقطعه على كور صغيره، الكوره قد الليمونه الصغيره يا جماعه. لو عندك ميزان هتعملي وزن الكوره حوالي 12 جرام، والوزن ده حلو جدا او الحجم ده حلو جدا. ما تكبريش عن كده او ما تصغريش برضو. تمام. دلوقتي بقى هكور العجينه كلها بنفس الشكل كده، وهقول لكم هنعمل ايه. انا هنا كورت العجينه كلها ما شاء الله، بصوا ادتني كميه حلوه قوي. عندي بقى هاخد يعني هاخد كده كوره من اللي انا كورتهم. هبتدي ان انا الفها بين ايدي، لان انتوا عارفين الجو دلوقتي برد فممكن تكون نشفت شويه. وبعدين هنزلها على السمسم بالعسل الاسود اللي احنا عملناه بالعسل الاسود، وهحطها في الصينيه بتاعتي بتاعه الخبز. طبعا انا فرشه ورقه زبده، لو ما عندكيش عادي تقدري تحطيها، هتطلع من الصينيه بمنتهى السهوله، مفيش اي مشكله خالص. وبعدين هضغط عليها بايدي بس. يا ريت الضغطه دي تكون ايدك يعني مبلوله كده شويه بالميه، عشان طبعا زي ما شفتوا معايا ان السمسم متغلف بالعسل، فبالتالي اول ما اضغط عليها السمسم هيلزق في ايدي. انا هعمل الخطوه دي معاكم دلوقتي، بس خلينا كده ماشيين بالترتيب. انا دلوقتي هاخد قطعه قطعه من الكور اللي انا عملتهم دول، وهنزلها كده في السمسم والعسل، وهحطها في الصينيه بتاعتي. تمام كده. اظن يا جماعه لغايه كده الدنيا سهله جدا وبسيطه، والله ما فيش اي حاجه خالص. عايزه اقول لكم ان هي من اسهل انواع البسكوتات اللي ممكن تتعمل، وفي نفس الوقت طعمها تحفه جدا والله. اضغطي عليها بقى كويس كده لما تنزليها في السمسم، عشان تتاكدي ان هي خدت كميه كويسه. تمام. لكن لو حطيتي حاجه بسيطه كده ما ضغطتيش عليها وترفعيها، هتلاقيها واخده كميه سمسم قليله قوي، فبالتالي لما نضغط عليها بعد كده عشان نفردها في الصينيه، هتلاقي ان كميه السمسم اتوزعت من فوق، فبالتالي شكلها بقى قليل خالص. هتشوفوا معايا دلوقتي انا قصدي ايه بالظبط. كل شويه كده نقلب السمسم بمعلقه، عشان هو طبعا فيه عسل فهتلاقيه لزق في الطبق ومش هيطلع في البسكوته بتاعتي او في البرازق بتاعتي.
بصوا بقى انا هنا خلصت كميه البرازق، طبعا عملت لي الصينيه دي وصينيه تانية. دلوقتي بقى جبت طبق فيه ميه، نحط كده ايدينا فيه وننزل الميه منه كويس. تمام، ما نخليش ايدينا بتنقط يعني على البسكوت او على البرازق. وهنبتدي ان احنا نضغط كويس كده. شايفين؟ رققوها بقى يا جماعه، رققوها على قد ما تقدروا. هي كده كده هتعلى شويه في الفرن، فما تخليهاش تخينه، لان هي تدخل الفرن هتلاقيها ارتفعت كمان، فتلاقي سمكها تخين قوي، فمش هتبقى حلوه خالص. البرازق اللي احنا بنشتريها من بره بتبقى رقيقه الى حد كبير يعني. تمام، بصوا انا رققتها كلها بنفس الشكل كده، ما تقلقوش زي ما حضراتكم هتشوفوا معايا. سمكها كان حلو جدا جدا. تمام، دلوقتي بقى هعمل ايه؟ مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 170. هحطها في الرف الوسط، هتقعد من 25 او من 20 ل 25 دقيقه لغايه ما تاخد لون من تحت. لو ما خدتش لون من فوق افتح عليها الشوايه، بس خلي بالك وتابعيها عشان ما تتحرقش منك. بصوا ما شاء الله شكلها حلو جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان والله العظيم طعمها وريحتها حاجه كده فوق الوصف، تحفه جدا جدا ما شاء الله، اللهم بارك. اعمليها وبعتي قولي لي رايك ايه في التعليقات، وان شاء الله ان شاء الله هتعجبك جدا جدا. يا رب تكوني ما نسيتيش تحطي لايك، واعملي كمان شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.